أهلا بكم إلى المسائية. هذه أبرز العناوين. في الشأن الحزبي تعقد شبيبة جبهة القوى الديمقراطية اليوم وغدا لقاء وطنيا بمدينة القنيطرة لبحث قضايا الشباب خاصة المتعلقة منها بالتعليم ومشاكل الجامعة المغربية. عبد الحفيظ المنور وعزيز أشيبان. مبادرات الشباب المغربي إطار لشبيبة جبهة القوى الديمقراطية يلتئمون في هذا الملتقى الوطني لتدارس القضايا المرتبطة بالجامعة المغربية، خاصة وأنهم يمثلون القطاعات الطلابية. نكب هذا اللقاء على دراسة مجموعة ديال الوثائق، منها القانون الأساسي، منها الميثاق الفكري والأدبي والسياسي للقطاع الطلابي، كما أننا نحاولوا ما أمكن جاهدين ننظموا القطاع ديالنا على مستوى جميع الجامعات وجميع الكليات. هو إذن فضاء للتواصل والنقاش وتقريب الطلبة من الفعل السياسي من خلال اقتراح البدائل لإصلاح الجامعة المغربية. جينا اليوم باش نناقش مجموعه من الوثائق اللي كتهمنا احنا كطلبه، يعني وخاصه داخل الحزب، مثلا يعني المسالك، مثلا الشعب، مسائل ديالهم، مشاكل اللي كيعانيوا منها الطلبه. ويعد هذا الملتقى الوطني لشبيبة جبهة القوى الديمقراطية محطة إعدادية لها لمزيد من مواكبة الحزب للقضايا التعليمية والاجتماعية والسياسية من خلال تأطير الطلبة. سينما ونجومها. نختم إذن المسائية. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.